تعالى اقول لك على هاك كده سريع. انت لو كتبت منتج ستور كده بمنتهى البساطه على جوجل ودخلت فتحت هيجيب لك الويب سايت بتاعنا. موضوع سهل جدا. اول حاجه خالص فوق السيرش، سواء فتح الموبايل او ديسكتوب، عايزك بس تكتب الموديل ده وتحفظه وخش سيرش ورايا كده. بعد ما عملت سيرش افتح كده الصفحه دي كده. ده ايه بقى؟ ده ديل بريسيشن 3591، موجود منه الشاشه الفول اتش دي الالترا 7. ده اهم حاجه بالنسبه لي، الترا 7 24 ميجا كاش، حاجه يعني خرافيه. كمان اب تو 4 جيجا هرتز مع رامات 16 دي دي ار 5 وار تي اكس 500 الاي دي اي الجديد ال 4 جيجا. الجهاز ده موجود منه نسختين، يا نسخه بكارت شاشه يا نسخه بالكارت الانتل جرافيكس ومع الام بي يو. فسواء ده او ده انت بتتكلم في نسختين مش هيتكرروا. بص، هو الجهاز ده لمين بقى؟ يعني هو الجهاز اهو، طبعا حالته مش هقول لك عليها، طبعا جهاز بنتكلم في الترا 7، بس انت زي ما انت شايف جهاز حالته ممتازه. طبعا كل الكوربريت وكل الشركات اكيد واخدين بالهم من الشكل ده، هو نفس الشكل بتاع ديل بلاي ستيشن اللي محافظين عليه. بتتكلم عن جهاز ورك ستيشن واخد معايير الاي سي في. يعني ايه؟ يعني جهاز اعتمد من ادوبي وجهاز اعتمد من ريفت، كل البرامج الهندسيه اتجربت عليه واثبت ان هو يقدر يستمر معاك باداء مستمر لفترات طويله، ودي اهم حاجه بدل ما يعمل معاك ثروتلينج. ارجع تاني للجهاز، معالج الالترا 7 بالشكل ده بشاشه 15.6 انش بفول كيبورد اللي انت متعود عليها. انت بتتكلم على حاجه اعتماديه قوي، قطع غيارها كلها موجوده من اول بطاريه للشاحن، الشاشه، الكيبورد، كل حاجه موجوده. الجهاز ده مخارجه بتخليك فعلا تعتمد عليه بشكل كبير. لو جيت بصيت هنا كده انت هتلاقي عندك الاتش دي ام اي مع الايثرنت مع اليو اس بي 2 يو اس بي. طبعا وجود الاس دي كارد برده مميز جدا. جهاز حالته انا بنتكلم جهاز جديد لسه في ضمان ديل. الشحن بتاع ديل السريع الاكسبريس تشارج زي ما انت شايف، تقدر تعمل عليه تايب سي. الجهاز حالته ما تتكلمش عليها كتير. طبعا سيريال نمبر اهو برده، لو انت حبيت تاخد سكرين شوت عليه سعر مميز جدا زي ما قلت لك على الويب سايت. فانت ده بتتكلم لا مميز جدا، لا قربة شركه. لو انت حتى كمان في كليه حاسبات ومعلومات عايز جهاز تتحرك بيه، جهاز اعتمد عليه مع الترا 7 من غير ما تتنازل عن الفئات ومن غير ما تتنازل عن كل ده، فده لازم يكون اختيارك الوحيد.